بعد قليل داوود عبد السيد يدعم السينما المستقلة. شايف انها بتنضج وبتتقدم، وايضا حتى ولو كان على كبر السن. من اعاد شباب سعد الفرج. انا اتجوزت من الامه العربيه كلها. فرحة حلمي بكر ناقصة. ان شاء الله يكون ربنا وفقك. كله تمام يا ابو علوه، اتفقت على كل حاجه والحمد لله. الحمد لله. منو ما يتذكر النجم الراحل فريد شوقي اللي انعرف بلقب وحش الشاشة، وهذا كله بسبب الأدوار القوية والأعمال المهمة اللي قدمها في السينما خلال مسيرته الفنية. على فكرة فريد شوقي من أكثر النجوم اللي أبدعوا تحديدا في تقديم أدوار الشر، وعنده العديد من الأعمال الخالدة اللي من الصعب أنه أي أحد ينساها، وهذا كان سبب كافي ليتم اختياره من قبل لجنة مهرجان جوائز الزمن الجميل ليكون من بين أحد مكرميها هذه السنة في الحفل اللي صار في بيروت. فكرة إن فنان يتكرم بره بلده في حد ذاتها قوية جدا، ولبنان على الخصوص لأنها كانت بالنسبة لبابا بيعتبرها بلده الثاني، يعني كان دايما متواجد في لبنان وعمل أفلام كتير في لبنان وفنانين كتير برضو في لبنان على الخصوص يعني. وكثيرين من هؤلاء الفنانين تكرموا بهذه الدورة من المهرجان اللي جمع نجوم من مختلف الدول العربية في هذا الحفل. المهرجان ما بيكون مهرجان إذا بس محلي، إذا نحن بدنا نعزم بس لبنانيين ونعملوا المهرجان، هيدا مش اسمه مهرجان، معناتها لازم يشمل كل الدول العربية. فمن مصر تكرم مجموعة من النجوم في مجالات كثيرة، منهم نبيل عبيد عن مشوارها الفني اللي عمره أكثر من 50 سنة. أنا مبسوطة كتير لأن لبنان بالنسبة لي حاجة جميلة وحب كبير قوي، وأنا أعرف أن اللبنانيين يحبوني زي ما أنا بحبهم قوي كده. والملفت هذه السنة كان تكريم فنانين لأول مرة في لبنان، ومنهم حسن يوسف ومحمود الجندي. شيء جميل يسعدني جدا ويديني ثقة في نفسي ويديني حافز ان انا اكون في المستقبل ان شاء الله اذا ربنا ادانا العمر ان احنا نعمل اعمال احسن من اللي فاتت عشان نستمر على نفس المستوى. والله تكريم مصدر سعادة دايما للفنان، بيجدد ثقته في نفسه وبيديه الامل لانه يزيد من انتاجه ويبقى حريص عليه انه يقدم انتاج طيب يخليه دائما محل تكريم. وهذا الشيء حس فيه نجوم كثيرين اعطوا التمثيل سنوات طويله من حياتهم، وكان لهم اعمال كثيره تركت بصمه عند المشاهدين. الحمد لله انه اسسنا على صخر مش على رمل، وجمهورنا حفظنا ومحبيننا كتار. بشكر كل مين بيقدم ورده او بيقول يعطيكم العافيه لاي حدا، لاي فنان، لاي شخص تعب وعمل شيء حط بصمه. المفاجآت هذه الدورة كانت كثيرة، خاصة مع تكريم التونسي لطفي بوشناق والإعلامية سعاد آروت العشي. لما بيقولوا لك نحن عم نكرمك لأنك من الزمن الجميل، هيدي بتعطيكي بوش، بتعطيكي إنه لأنه الزمن الجميل يختلف، لأنه جميل، لأنه أجمل مما نشهد اليوم. شرف لي بلد الأساتذة الكبار، تعلمنا منهم وما زلنا نتعلم منهم، والتكريم هذا يزيدني مسؤولية ويزيدني مثابرة باش نبقى دائما في مستوى نظرة الجمهور ونظرة الناس اللي كرمتني. ولطفي قدم أغنية وعزف على العود للراحل وديع الصافي، أحضره ابنه جورج خصيصا له. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب. أما هيام يونس اللي كرمها مهرجان الزمن الجميل فكان عندها أمنية واحدة، بتمنى ما تضل حرقة بقلبي إنه كل الوطن العربي مشكور جدا جدا كرمني، وبعد بلبنان الحبيب بلدي الأحب لازم يتذكروني لأني حملت لبنان بقلبي وبصوتي. وحلمي بكر رغم سعادته بالتكريم من لبنان إلا أنه هذه الفرحة كانت ناقصة عنده. أنا بموت في لبنان وكان نفسي أتجوز من لبنان، يعني اتجوزت من الأمة العربية كلها، بينما كان نفسي يبقى لي زوجة من لبنان. حبيت في لبنان إنما ما اتجوزتش. خلاص يا حلمي، ما دام أنت موجود في لبنان معناته بنسمع أخبار حلوة. مبروك مقدما. أما النجم الكويتي سعد